السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده. اليوم طليت عليكم بوصفه جديده كما عودتكم. جبت لكم كراتان بطاطا لكن بطريقه بزاف بنينه. راح نديروه بذوق الشاورما. يوجد بالخف، يعني وصفه سهله بزاف وسريعه في تحضيرها، والبنه ما نحكي لكمش راح ياكلوا ويعاودوا وراح يعاودوا يطلبوه منكم تنمو يعجبهم بالبزاف. تبعوا برك معايا البنات، راح نبداو نحضروه مباشره. بسم الله على بركه الله. اول حاجه راح نديروها، عندي هنايا بطاطا قطعت على شكل شرائح هكذا، راح نطيبها في الكوكوطه، راح نغليها جو في الكوكوطه، تقدروا تغلوها في القدر عادي البنات. وشنو الشرائح تحبوهم رقاق ولا خشن ما يهمش. انا لانه راح نطيبها شويه بزياده، مانيش حابه نديرها جو شرائح. ومن بعد تشوفوا البنات نديرها شويه برك تاع الملح، نغلق عليها ونخليها طيب، ونروحوا نكملوا الوصفه. من جهة أخرى هنا عندي نص صدر تاع الدجاج، قطعته على شكل مكعبات وراح نمارينه. عندي هنايا نص كيس تاع جامبو، تقدروا ديروه تقدروا تستغناو عليه. عندي توابل جد مهمة، راح نديروهم هما اللي خلاوها تجي بذوق الشاورما. دوك نكتبهم معاكم البنات. عندي شوفوا، عندي كوري، عندي توم بودرة، عندي ايبيس كبد دجاج، عندي ملعقه صغيره تاع لاموطارد، شويه تاع فلفل الكحل، ملعقه صغيره تاع العكري عفوا، وشويه تاع القرنفل رشه صغيره. عندي تاني ملعقه صغيره تاع الكركم، وملعقه صغيره تاع الكمون. كما شفتوني هنايا درت ملعقه صغيره تاع دبس التمر اللي تعطي بزاف بنه هايله، تقدروا تعوضوها ملعقه تاع العسل. ودرت عصره تاع حوالي نص حبه قارص. خلطت كلش مارينيتو البنات. كما شفتوني في هذاك الريسيبيون درت حوالي 2 ملاعق تاع زيت زيتون اللي خلطت بهم هذاك الدجاج، وفي هذا المقلاة دوبت ملعقه ممسوحه كبيره تاع مارغرين هكا باش ما يجيناش ناشف الدجاج ديالنا. نحاول اني نقليه مليح حتى يتحمر معنا من جهتين، ياخذ تحميره بنينه. جوغ ما نحاولوش انه نشفوه، نحمروه من التحت نحمروه من الفوق. الدجاج ما فيهش الروح، تمتم يطيب. وهذه كريمه طازجه اللي ختمتها. تحبوا نحط لكم الوصفه نحطها لكم، قولوا لي برك في التعليقات. بزاف بنينه بزاف ناجحه، كنت درتها في قناتي كويزين اون شيما كامل، عجبتهم اللي جربوها. تجيب بزاف بنينه البنات، ما كاش فرق بينها وبين تاع المحلات. درت كميه بعد ما طاب لي هذاك الدجاج، درت كميه من الكريمه طازجه عفوا، وخمري خلطت مليح مع هذاك الدجاج وخليته على جانب. من جهه اخرى واش عندي شويه نص كيس تاع جامبو، شويه تاع الكوري، وشويه تاع ايبيس كبد دجاج، ودرت شويه فلفل كحل وشويه تاع الزعتر، ودرت هنا رشه تاع جوزة الطيب. هنايا بعد ما طابت لي ديك البطاطا، هاي اللي كيفاش نتحصلوا عليها البنات كيما شفتوني. قلت لكم انا ما يهمنيش انه طيب بزياده ولا نحن نديرها كشغل بريس تشبه لابيغي، برك ما حرحرتهاش ما رحيتهاش كيما لابيغي. خلطتها مليح مع هذوك التوابل اللي درتهم، وزدت درت لها شويه من هذيك الكريمه طازجه باش ما تجيناش ناشفه، ونخلطوا مليح هكذا بهذه الطريقه البنات. وندير فوقها هذاك الدجاج هكذا. كيما تقدروا تخلطوا هذاك الدجاج كامل مع هذيك البطاطا كيما حبيتوا البنات. انا فقط حطيته من الفوق هكا باش يبان، ممكن تجوا تقسموا تمدوا الافراد العائله كل واحد يدي شويه من هذاك الدجاج. زدت درت شويه كريمه طازجه فوق هذاك الدجاج، شويه تاع الجبن طاري، ونديروا شويه تاع الجبن مبشور. تقدروا تزيدوا موتزاريلا، تقدروا اي شيء حبيتوا تزيدوه. وبيان سور حنا دوك كلش راهو طايب، راح يتقراتينا برك من الفوق. راني مشعله الفرن، راح نحمروا برك من الفوق ونوريه لكم. هاوليك معنا البنات، شوفوا ريحته ما نحكي لكمش، وبنته خلي برك. شوفوا يا البنات ما شاء الله، دوك تشوفوا يجي معسل من الداخل ما يجيش كامل ناشف. المهم يصبح لكم الغد من داك يقعد هو. شوفوا يا البنات الله يبارك ما شاء الله. تقدروا ديروا بطاطا مقليه، ماشي شرط لازم ديروها هكذا، لكن هكايا باش ناكلوه شويه يكون نوعا ما صحي. نوريه لكم عن قرب البنات. هاوليك معانا جا بزاف بنين، خاصه كي درنا هذاك الدجاج بطريقه الشاورما، هو اللي زاد عطى بنا لهاد الكغاطه. جربوه متاكده راح يعجب كبير وصغير وراح يولي لكم ادمان. نتمنى تكون عجبتكم هاد الوصفه وهاد الطريقه السهله والبسيطه. جربوها وقولوا لي واش رايكم فيها. انتظروني في وصفه اخرى في موعد اخر. مع السلامه ان شاء الله.